استكمالا لوصفات العيد، النهارده هنعمل بسكوت بالسمسم او البرازق. احلى وصفه جربتها. جربت وصفات كتير لحد ما وصلت للوصفه دي. بجد حلوه جدا وهتعجبكم، خفيف وهش وقرمشته لذيذه جدا كمان مع السمسم. هتستمتعوا وانتوا بتعملوه، طريقته سهله جدا. انا اسمي ايمان. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتابعوا معايا وصفات العيد. يلا نبدأ. المكونات اللي معايا: كوبايتين ونص دقيق، هحط عليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح، ومعايا بيضة وفانيليا وثلاث معالق كبار لبن بودرة، وكوباية الا ربع سمنة، وكوباية الا ربع سكر بودرة، وربع كوباية زيت. هنضيف الأول السمنة وتكون بدرجة حرارة الغرفة، وهضيف عليها السكر البودرة يكون منخول وناعم، وهضربهم مع بعض بالمضرب اليدوي لحد ما اللون يفتح ويبقى قوامهم كريمي بالشكل ده. ضفت عليهم ربع كوباية زيت، وهضربهم برضو بالمضرب اليدوي لحد ما القوام يبقى ناعم وكريمي بالشكل ده. وضفت البيض والفانيليا. طريقة سهلة ما فيهاش اي تعقيدات، كل المكونات بنحطها ورا بعض. لو حضرتوها جنبكم مش هتاخد منكم 10 دقايق، بس تطلع نتيجة هايلة جدا. كده تمام. هضيف بقى المكون السحري بجد اللي بيخليها طعمها حلو ومختلف: 3 معالق كبار من اللبن البودرة. بيخليها هشة وخفيفة وطعمها حلو جدا. جربوها باللبن البودرة وهتعرفوا الفرق لما تجربوها. وهقلبهم مع بعض. واخر حاجة معايا الدقيق، كوبايتين ونص، وحطيت عليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر وذرة ملح. وهضيف الدقيق برضو تدريجيا. هي اخدت معايا كوبايتين ونص بالظبط، لكن برضو حسب نوع الدقيق اللي انتوا بتستخدموه الامن ان احنا نضيف الدقيق تدريجيا. وزي ما اتفقنا البسكوتات ما بتحتاجش عجن كتير، مجرد ما الدقيق يندمج معاها وتتكون معايا عجينة كده اعرف اشكلها ومش بتلزق في الايد. كده تمام. نبدأ بقى نحضر السمسم واعملها كور صغيرة. اخد كل قطعة اعملها كور صغيرة بالشكل ده وانعمها واضغط عليها واسويها من الجناب لو عملت شقوق ولا حاجة، وبعدين انزل بيها في السمسم وبضغط عليها كمان ضغطة وهي في السمسم. بس كده. اخلص الكمية كلها وارصها في الصينية وادخلها فرن سخن لحد ما تبقى باللون الذهبي الحلو ده من فوق ومن تحت كمان. بصوا لونها كده حلو قوي وممتازة. لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وشيروا لايك، وبالهنا والشفا.